طيب دلوقتي بعد ما الطالب بيخلص الكورس فروت، سي الكورس مثلا 4 شهور 9 شهور على حسب المده، هل بنساعده فروت ان هو يلاقي شغل بعد كده، ولا هو خلص الكورس ومشي زي اي مكان تاني؟ بص، برضو الحقيقه دي الحاجات اللي احنا عملناها بشكل مختلف من بدايتنا. ان احنا ما كانش هدفنا من الاول خالص ان احنا نبقى مكان بس بيدي كورس حتى لو بكونتنت كويس وبكواليتي كويسه ونقول خلاص للطالب يا عم سلام عليكم ملناش دعوه بيك بعد كده. فكنا بنحاول من اول يوم ان احنا نوصل الطالب ان هو يبقى شغال في شركه وستيبل في شركه بعد ما بيخلص الكورس اللي احنا بنديهوله يعني او بياخده عندنا. فبدانا نعمل شراكات. احنا دلوقتي اهو ما شاء الله عاملين شراكات مع شركات كتير جدا. الشراكات ديت بتبقى ان الطلبه بعد ما بتخلص بنبدا ناخد منهم السي فيز بتاعتهم ونعمل لها فلتريشن بشكل معين. والناحيه الثانيه الشركات اللي احنا عاملين معاها شراكات ديت بتطلب مننا ان احنا نعمل لهم ريكومنديشنز للطلبه دي. فبنبدا ناخد السي فيز بتاع الطلبه ديت ونبعتهم للشركات، والشركات بقى بتبدا تعمل البروسيس بتاع الهايرنج معاهم بقى وتشوف مين الاصلح ليهم وتوظفه في الشركه دي. غير كده احنا برضه هو بفضل الله بشكل سنوي بنعمل ملتقى توظيف بيكون في الجريك كامبس. الجوب فير دوت بنجيب فيه تقريبا شركات سوفت وير كبيره قوي موجوده في مصر. يعني اخر جوب فير كان من شهرين تقريبا. كان بالظبط تقريبا من شهرين. كان في مثلا وظف، كان في فويس، كان في هواوي. فهتلاقي تقريبا اغلب شركات السوفت وير اللي موجوده في الماركت بتاع مصر بتبقى حاضره الجوب فير. بتبدا الطلبه بتاع روت تجوين او تيجي الجوب فير ده وتعمل في شركات بتعمل انترفيوز في نفس اليوم، وفي شركات بس بتستلم السي فيز بتاع الطلبه وتبدا بعد كده تكمل معاهم الهايرنج بروسيس يعني.